ازيكم عاملين ايه؟ النهارده فيديو جديد، الجزء التاني من صرخة الرعب معسكر الفزع. النهارده معانا look at that. لو انتم مشفتوش الجزء الاول روحوا شوفوا الاول عشان تكونوا ماشيين في القصة كويس. وبس كده خلينا نبتدي مع بعض في الجزء التاني. مطولش عليكم، لو عجبكم متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، ويلا بينا نشوف بقية القصة. انتهينا في الجزء التاني على ان السواق ابتدى يظهر بشكله للاطفال، وكان باين ان شكله مرعب جدا زي ما قلنا في الجزء الاول، والاطفال كانوا خايفين جدا. خلينا نشوف بقى ايه اللي حصل بعد كده. السواق فضل يزعق بصوت عالي جدا لدرجة ان الازاز بتاع الاتوبيس كان بيتهز، والاطفال كانوا خايفين جدا. مايك قال لبيلي وهو خايف انه السواق اتحول لوحش كبير، وفجأة سمعنا من صوت الاتوبيس من قدام ضحك عالي جدا، وفجأة لقينا الوحش الكبير ده بيحط ايده على شعره وبيسحبها لورا، وفجأة لقينا انه وشه ده اختفى وبقى وش واحد عادي جدا، وبيبان ان هو كان سواق عادي جدا وبس كان لابس ماسك عشان يخوف بيه الاطفال، وبيقول لهم انه اي حد بيركب معاه الباص ده لازم يعمل فيه المقلب ده. وكان بيضحك جدا وفرحان كانه عمل فيهم حاجه حلوه يعني. وكان باين على السواق ان هو فرحان جدا انه المقلب نجح وان الاطفال كانوا خايفين. السواق نفسه كان شكله عادي جدا، شعره اسود وقصير ووشه باهت وعيونه صغيره وزرقاء، ما كانش فيه حاجه مميزه يعني. وفجاه السواق وقف ضحك وقال لهم بصوت جاف جدا انزلوا يلا. فنزلوا الأطفال من الأتوبيس، بس الأطفال كانوا خايفين وسألوا السواق هما ليه وقفوا هنا، والسواق ما كانش بيرد عليهم خالص. بص مايك لبيلي وهو خايف جدا وسأله هما وقفوا ليه، فساعتها بيلي رد عليه وهو بيضحك وقال له ممكن يكون هو ده المعسكر بتاعنا. بس مايك ما ضحكش وكان باين عليه جدا ان هو خايف. وبيرجع بيلي يقول لمايك انه المكان ده ممكن يكون مجرد محطة اتوبيسات، وده لانه واسع جدا وكبير. بيلي فضل ماشي ورا السواق عشان يراقبه ويعرف هو هيعمل فيهم ايه، لحد ما لقى السواق راح عند الاتوبيس وراح عند شنطة الاتوبيس اللي بتحط فيها الشنط وفتحها وبيطلع كل الشنط وادوات المعسكر وبيحطها على الرصيف. راح مايك وهو حاطط ايده في جيبه وخايف جدا للسواق وسأله هو احنا ليه واقفين هنا، هو ده المعسكر بتاعنا؟ وبرضه السواق تجاهله جدا ومردش عليه خالص وفضل ماشي وبيكمل اللي بيعمله. وساعتها مايك اتعصب جدا وكان بيزعق لانه السواق مش بيرد عليهم وهو مش عارف هو فين. وبيبان بيلي ان هو واقف جنب البنات، وبيبان ان هو معجب شوية بالبنت اللي اسمها دون، وده لانه شايفها جميلة جدا وان شعرها ذهبي بيلمع في الشمس. وبيحاول ان هو يتكلم مع دون، فبيروح يسألها هي وصاحبتها سؤال، وهو ان هما هيروحوا اي معسكر. وساعتها بترد عليه صديقتها دوري وبتقوله ان هما رايحين معسكر قمر الليل. ايه السؤال الغريب ده؟ كانت مستغربة جدا من السؤال. قالت له انه في معسكر للولاد ومعسكر للبنات. فسأل بيلي لو معسكر البنات بيكون جنب معسكر الولاد، فساعتها ردت دوري وقالت له معرفش. وردت عليه كمان دون وقالت له ان هم اول مرة ييجوا المعسكر ده، وقال لها بيلي ان هو كمان اول مرة يجي المعسكر. بعد كده راح مايك لبيلي وقال له ان السواق خلص خلاص ان هو ينقل الشنط من الاتوبيس للرصيف. وساعتها مايك كان خايف جدا، فراح بيلي للسواق وسأله لو حد هيجي ياخدهم. فركب السواق الاتوبيس وغطى نفسه ببطانية علشان الشمس وشغل الاتوبيس، ابتدى انه يتحرك. وغضب جدا بيلي ان برضو السواق مش بيرد عليهم ومش بيقول لهم على اي حاجة. وفجأة الاولاد لقوا نفسهم لوحدهم خالص. السواق مشي وسابهم وهم في نص المكان الواسع ده لوحدهم. واول ما السواق ده خلاص ما عادوش شايفين الاتوبيس قصادهم، ابتدى يظهر اصوات غريبة جدا جاية مقربة منهم، وابتدوا ان هم يقلقوا واكتشفوا ان هي اصوات حيوانات غريبة. وبدأوا كلهم ان هم يصرخوا جامد جدا. ابتدوا ان هم يشوفوا مخلوقات صغيرة كده من بعيد خالص ومش باين منها ملامح، وبتقرب منهم واحدة واحدة. ابتدى صوت الحيوانات يعلى وصوت الاطفال كمان يعلى. ابتدى جي ان هو يصرخ جامد ويقول لهم امسكوا احجار وحاولوا انكم ترموا عليهم، وده عشان يخوفوا الحيوانات منهم. وفعلا لما عملوا كده الحيوانات وقفوا على بعد خطوات من الرصيف اللي واقف عليه الاطفال، وابتدت تظهر ملامح الحيوانات دي، وشافوا ان هم ذئاب او حاجة شبه الذئاب، لونهم احمر بني وعندهم بق طويل وعندهم مخالب طويلة وكمان رفيعين مش تخان، وكان باين عليهم ان هم جعانين جدا وهيموتوا وياكلوا اي حد، وعيونهم كانت حمراء وبتنور في الضلمة. ولما ابتدت تظهر ملامح الحيوانات كده انهار مايك ووقع على الارض من كتر الخوف وما عادش عارف يعمل اي حاجة، وبقية الاطفال ما كانوش عارفين يعملوا
يعملوا اي حاجة غير ان هما يصرخوا بس. خلاص الحيوانات قربت منهم جدا، كل واحد منهم كان بيتكلم كلام جوه دماغه، والثانية كانت بتعدي قصادهم كأن هي سنة. ما كانوش عارفين يعملوا ايه من كتر الخوف اللي جواهم. وفجأة بدأت الحيوانات تنط عليهم واحد ورا التاني، وتعدي على الرصيف اللي هم واقفين عليه. والحيوانات كان باين عليها جدا الجوع الشديد، والاطفال كلهم كانوا بيصرخوا بس. وحاول جي ان هو يرمي عليهم بالاحجار اللي كانت في ايده، بس ساعتها ده ما اثرش في اي حاجه، والذئاب استهدفته اكتر، ومفيش اي حد كان عارف يهرب منهم. وبس كده، ده نهايه الفصل التاني معانا من معسكر الفزع. استنوا بقيه الفصول وهنشوف ايه اللي هيحصل الفصل التالت، والذئاب دي هتطلع وازاي هيهربوا منها، وبعدين السواق ده راح فين وسابهم، ومين اللي هيجي مكانه عشان يفضل مع الاطفال دول. كل الحاجات دي هنعرفها ان شاء الله في الفصل الثالث. ولو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، واستنوا الفيديوز الجايه عشان هتعجبكم جدا ان شاء الله. وبس كده، باي باي.